السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي نعمل مع بعض صينيه سمك. هنعملها بطريقه حلوه قوي. انسي بقى قلي السمك او الشوي كمان، وتعالي كده نعمل مع بعض احلى صينيه سمك بجد. كل اللي في البيت هيشكرك عليها من طعمها وريحتها. اول حاجه كده هنقول بسم الله. ومعانا سمك روسي او اللي هو السمك الميكاريل. طبعا بتجيبيه وتغسليه كويس جدا وتنضفيه وتقطعيه كده حلقان زي ما انا مقطعاه. ومعانا بقى جزر وبصل وبطاطس وطماطم وشبت وفلفل اخضر، وكمان فلفل حامي. دي مكونات الصينيه بتاعت النهارده. اول حاجه كده هنعمل التتبيله بتاعت السمك، ودي بقى بناخد فيها القرنين الفلفل كده الاحمر والاخضر وبنقطعهم، وبننزل عليهم كده بمعلقه من الثوم ومعلقه من الملح وشويه كزبره ناشفه وشويه جنزبيل وكمان كمون. هي دي مكونات الخلطه بتاعتنا. وهننزل عليها كده بثلاث معالق كبار من الزيت لحد ما نضربهم في الكبه وينعموا خالص. بعد كده هنفضيهم في طبق زي ما انت شايفه اهو، عشان هنبدأ نتبل بيهم السمك اهو. خلاص كده هناخد نص الكمية دي بتاعت التتبيلة، هناخد نصها للسمك وهنسيب النص التاني عشان نتبل بيها الخضار بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين كده. صلوا على النبي يا جماعة عليه افضل الصلاة والسلام. وطبعا ده فضلا من حضراتكم وليس امرا. الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. ويا رب كده فيديوهاتي اللي انا بقدمها لكم تكون بتعجبكم وتكونوا كمان بتستفادوا منها. اتمنى كده كل اللي يشوف الفيديو بتاع النهارده يقوم يجرب كده صينيه السمك الجميله دي. هتعجبكم جدا جدا بجد. وحاجه بقى خفيفه، لا هنقلي ولا هنشوي ولا هنعمل حاجه خالص. احنا هنعمل احلى صينيه سمك كده بالخضار، هتعجبك جدا وهتعجب ولادك كمان. خلاص تبلنا كده السمك بتاعنا، هنجيب بقى الخضار وهنبدأ بقى نقطعه كده قطع صغيرة مربعات كده، مكعبات صغيرة كده اهو زي ما انتم شايفين. البطاطس كده اول حاجة اهو. انتي بقى عايزه تزودي الكميه براحتك، انا كنت عامله الكميه دي على قد كميه السمك اللي انا عاملاها اه. بس عايزه اقولك كان طعمها تحفه وريحتها كانت قلب الدنيا والله بجد. جربي طريقه صينيه السمك بالطريقه بتاعتي دي هتعجبك جدا جدا. خلاص قطعنا البطاطس كده اهو مكعبات صغيره. هنبدا برضو كمان نقطع الجزر بتاعنا برضو لقطع صغيره. احنا هنقطع الخضار كله قطع صغيره عشان كله يستوى مع بعض اهو. هنا الجزر كمان كنا بنقطعه اهو زي ما انتوا شايفين كده، بنقطعه حتت صغيرة. طبعا هو عشان الجزر صغير فانا بقطعه طرنشات صغيرة. خلاص كده خلصنا الجزر وخلصنا البطاطس. هنبدأ بقى نقطع البصل كمان، هنقطعه برضو حتت صغيرة. طبعا انا مش هشوحها، انا هعملها ني في ني يا جماعة عشان تبقى خفيفة كده وما تبقاش تقيلة علينا. فاحنا هناخدها كده ايه، هنعملها كلها كده ني في ني. مش هنشوح ولا خضار ولا هنعمل حاجة خالص. خليكي كده معايا لاخر الفيديو خالص، ما تحاوليش تطلعي من الفيديو عشان بجد تستفادي من الطريقة دي. عشان الطريقة دي بجد بجد هتبهرك والله، وهتقومي تعمليها على طول، هتعجب كل اللي عندك في البيت. خلاص قطعنا الطماطم وقطعنا البصل وحطينا الخضار كله على بعضه. معانا بقى هنا بمعدل كده نص ربطة من الشبت، هنقطعها برضو وهنحطها على الخضار بتاعنا. عايزه اقولك ان الشبت مع السمك بيبقى مدي طعم حلو جدا اهو. احنا قطعنا كل الشبت بتاعنا وخلاص كده الصينيه معانا بقت يعني شبه جاهزه اهو. هنحط بس قرن كده فلفل كده، واحد حتتين كده صغيرين من الفلفل الحامي. ده طبعا اختياري مش اجباري خالص، بس بيديها كده عارفه حته السبايسي كده، بتبقى المشطشطه شويه كده، بيبقى طعمها حلو قوي وتفتح نفسك كمان على الاكل. خلاص حطينا إيه 3 معالق من الزيت كمان على الخضار، وهننزل بنص التتبيله اللي احنا كنا متبلينها مع تتبيله السمك. وهنبدأ بقى نقلب كل المكونات كده مع بعضها. عايزه اقولك ريحتها اصلا كانت تخبل والله، ريحتها كانت حلوه جدا. هنقلبها كويس قوي كده وبعد كده هننزل عليها بالسمك كده اهو. هنبدأ بقى نرص السمك كده على الخضار. طبعا بتبقي مسخنه الفرن قبليها كده بشويه اهو. خلاص كده احنا كده خلصنا صينيه السمك بتاعتنا
ما بتاخدش وقت خالص يا جماعة خالص، حاجة كده حلوة جدا. اهو هنحط بس معانا كده بمعدل كوبايتين من المية، وبعد كده هندخلها على الفرن على طول. بس انا هنا بس كنت بزين شكلها شوية بس كده عشان التصوير. اهو زي ما انتم شايفين اهو شكلها تحفة. وطبعا الحاجة العين بتاكل قبل البق، فشكلها اصلا يفتح النفس لوحده. والله بجد يا جماعة جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا. خلاص كده خلصنا. هنحط بقى المية بتاعتنا اهو بمعدل كده كوبايتين كبار من المية اهو، لحد بس ما نغطي كده الخضار علشان تاخد راحتها في السوا كده، والجزر والبطاطس والخضار بتاعنا يستوى. اهو بتهزي بس الصينيه كده عشان تتاكدي ان الميه بتاعتك وصلت لاخر الصينيه خالص. اهو هنبدا بقى ندخلها الفرن. هنحط بس كده شويه من الزيت عليها من فوق الوش كده بس عشان يحمروا وشها، وبعد كده بندخلها على طول. خلاص طلعناها من الفرن. بصي شكلها عامله ازاي، تحفه. وطعمها والخضار كله مستوي. عايزه اقولك الخضار كله مستوي جدا. ليه؟ لان احنا قطعناه كله قد بعضه، فده بيسهل عمليه السوا، بيخلي كل الخضار يبقى مستوي، ما يبقاش فيه مثلا البطاطس استوت والجزر لا لا، عشان كله متقطع قد بعضه. طبعا بتقدميها بقى مع رز ابيض كده، او ممكن تاكليها بعيش كمان. عايزه اقولك تحفه. انا كنت عامله جنبيها كده شويه رز ابيض اهو. بصي الخضار تحفه تحفه، كله مستوي كده ودايب دوب. والله حاجه كده جميله جميله. اتمنى ان انتوا تجربوا صينيه البطاطس بتاعتي دي بالسمك، هتعجبكم جدا جدا. حلوه قوي، طعمها حلو جدا. وسهله كده، وما خدتش معانا وقت خالص خالص، وما كلفتناش حاجه خالص. كل الخضار موجود عندنا في البيت. وطبعا بنجيب السمك من احلى الاسماك اللي احنا بنحبها، هو السمك الروسي او السمك المكاريل. حلو جدا. الطريقه سهله